في 25 من نيسان من عام 1980 انطلق سرب من الطائرات الأمريكية يضم 6 طائرات عملاقة من طراز C-31 ودخلت الأجواء الإيرانية. لم تتمكن رادارات الجيش الإيراني من رصد الطائرات الأمريكية التي أصبحت فوق صحراء طبس، وكان في نيتها الهبوط في مطار عسكري مهجور في الصحراء، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان. كانت الأرصاد الجوية في ذلك اليوم 25 من نيسان تؤكد أن الطقس سيكون صافيا، ولكن ما حدث فاجأ الأمريكيين. هبت عاصفة رملية قوية استمرت قرابة الساعة، على إثرها وقع تصادم بين الطائرات، ولم تنجل العاصفة إلا عن كارثة لحقت بالأمريكيين الذين تفجرت 2 من طائراتهم، فيما تفحمت جثث 8 من جنودهم فوق الرمال الإيرانية. لقد شكل فشل العملية ضربة قاسية لآمال كارتر بإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، ومنذ ذلك التاريخ اضطر مرغما على القبول بحل سياسي للانتهاء من أزمة الرهائن. تل أبيب من جهتها أعلنت على لسان رئيس وزرائها ووزير خارجيته مناحم بيغن وإسحاق شامير عن تعزيتهما بقتل الهجوم، معربين عن حزنهما لفشل العملية. أما الرئيس أنور السادات فقد كان الرئيس العربي الوحيد الذي تعاطف مع الغزو الأمريكي لإيران بشكل علني، وحرض واشنطن على تكرار العملية، معلنا أنه قد وضع أراضي دولته بتصرف القوات الأمريكية. اینکه دولت مصر دعوت میکند اعراب را به اینکه مجتمع بشید بر خلاف ایران را مقصودش است. ایران خطر است، ایران برای اونا خطر است یا اسلام؟ وضع مجلس الشورى الإيراني 4 شروط لتسليم المحتجزين الأمريكيين، وهي الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وإيقاف جميع الدعاوى الأمريكية ضد إيران، وإعادة ثروة الشاه السابق، والتعهد بعدم التدخل في شؤون إيران الداخلية. ولقد تولى السفير الجزائري في واشنطن الذي ترعى سفارة بلاده المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة بدور الوساطة، وأبلغ طهران موافقة واشنطن على الشروط. لكن الإمام الخميني أصر على عدم إطلاق سراح المعتقلين حتى الانتهاء من انتخابات الرئاسة الأمريكية، متوخيا بذلك عدم تمكن كارتر من الاستفادة من إطلاق المحتجزين انتخابيا. وبالفعل سقط كارتر في وجه منافسه رونالد ريغان، وبالإعلان عن عودة المحتجزين انتهى فصل طويل في ملف العلاقات الإيرانية الأمريكية استمر 444 يوما، هي مدة احتجاز الرهائن الأمريكيين. The planes bearing our prisoners left Iranian airspace and are now free. بعد 7 أيام فقط من إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين، أعلن عن وفاة الشاه محمد رضا بهلوي في القاهرة في 27 من كانون الثاني من عام 1981، حيث أعدت له جنازة رسمية حرص الرئيس أنور السادات على المشاركة فيها بنفسه. مقامات امریکایی هم همین مطلب را میگن که اینا اسلام را درست نمیدونن. قبلا بگین همین حرف را میزد، حالا داخل و خارج همین حرف را میزنن.
من نمیدونم که اینها میخوان عروة الوثقی را حاشیه کنند.